بسم الله الرحمن الرحيم. ده اتضح في الاخر ان هو ما جم سالوا مدرب اسمه فيرنر او فيريرا، مدرب بلجيكي، مدرب يعني. قالوا له ايه رايك انت في يانيك فيريرا مدرب الزمالك؟ قال لهم الراجل مش مدرب، الراجل ده ترينر. ترينر يعني مدرب تدريبات، يعني ينزل التدريبات، فترة تدريبات ما بيتدربوا، ينزل بقى لا شوط كذا، لا اقف حط الكرة دي هنا، اعمل هنا. ملوش دعوة بالملعب خالص، ولا ليه بالمباريات ولا بأي حاجة. يعني بيعتبر مساعد مدرب، مدرب مساعد مدرب فقط. يعني انت تيجي تحس ان هو الزمالك بيجيب هدف في الشوط الاولاني، الشوط الثاني بيخش فيه اهداف، ما عندوش قرايه للمباراه، ما عندوش قرايه للمباراه. فده من زمان، صدقني ده بيعتبر يعني اسهل دوري للزمالك كان خده حاطط رجل على رجل، في ظل ان الاهلي مستواه مترنح. يكسب ماتش، يتعادل ماتش، يتعادل ماتش، يخسر ماتش، مش عارف ايه، مع انه معاه عنده لعيبه تقيله. بس مفيش. الزمالك في في تحت قياده يانيك فيريرا مستوى مفيش. الجون الزمالك يدخل جون يخش فيه جون والتاني. وادي دجله والاهلي، انت كنت ماسك الماتش، جيت رحت مضيع الماتش في الشوط الثاني خالص. مفيش خط وسط، مفيش اي حاجه، مفيش قرايه للمباراه، ضايع. يعني انت فين يا جون ادوارد؟ مفيش حاجه خالص يا جون. اللعيبه، انا عايز اللعيبه. شيل شيكو بنزا، عدي الدباغ، ادم كادي، دولت عاملين زي مين مع شله بتاعه يانيك فيريرا. المفروض دولت بقى، انت مشيت فيريرا، مشي دولت. ده مفروض الثلاثه دولت. اول حاجه شيكو بنزا ده ما بيعرفش يمسك كوره، ده بيجري اي حاجه، عبيط. واحد مسكه طبله وهبله مفيش حاجه خالص. شيكو بنزا مفيش كوره خالص، مفيش اي حاجه. عدي الدباغ بيضيع كور، مفيش لياقه بدنيه. هو عمال، مفيش لياقه بدنيه. ادم كادي مفيش برضه لياقه بدنيه ولا اي حاجه. وحتى لو ضغطت عليه من مان تو مان، مفيش، ما يعديش. فدولت اول ثلاثه، دولت مفروض اللي انت تشيلهم. هات لي لعيبه من الدوري المصري. يا عم احنا مش عايزين ناس محترفين، هات لي لعيبه من الدوري المصري. هات يا عم من الدرجه الثانيه، اقسم بالله لو جبت من الدرجه الثانيه والعيال لعيبه هيلعبوا احسن من ده. عندك برضو عبد الحميد معالي، عبد الحميد المعالي دوت اللي هو المغربي، واد لسه سنه صغير، يديله فرصه. واد مهاري كويس، بيمسك كرة تحت رجله كويس، بيباصي كويس، بيلعب كويس. ولسه برضه عاوز خبره، وعايز برضه. خليه نزله اخر نص ساعه في نص الملعب، ما تجيبوش على الجناب. تمام، دي حاجه. محمود جهاد اللي كان جه السنه اللي فاتت من فاركو، ولا جاي منين مش عارف، لغايه دلوقتي ما لعبش. انا ما شفتوش الا ربع ساعه، نص ساعه من اول ما جه. ايه يا عم، هو في ايه محمود جهاد؟ مصاب ولا مش مصاب، ولا فن بره، ولا ايه؟ مش عارف. فده محمود جهاد ده لازم يبقى فيه حد. محمد عواد احنا ما شفناهوش من الموسم ده خالص. ايه يا عم، انت مديله اجازه، اجازه مفتوحه مريحه في بيته، اقعد ريح لما نعوزك تيجي. انت ما فيش الا امبارح بس مهدي سليمان نزلته الشوط الثاني. تمام. محمد صبحي، ما انت ما في متوشه تنزل محمد صبحي، تنزل مهدي سليمان. يبقى في حاجه بين الاداره وبين محمد عواد، مش فاهم. المهم بقى اللي انا اتكلم في حاجات لازم اداره الزمالك يعني تستوعب الدرس، وتستوعب لو عندهم قرايه فنيه لاصغر جمهور مشجع من جمهور الزمالك، هيبقى فاهم اكتر منهم. والله اصغر مشجع، لو جبت عيل عنده 6 سنين ولا 7 سنين هيبقى فاهم اكتر من الاداره واكتر من جون. جون اوجر ده ما يفهمش كوره. راجل
موظف عادي، جايبينه موظف عادي، لكن أنا ما بافهمش كورة، أنا مش هاقعد. ده أنت ضيّعت ملايين يا عم، وجايب لعيبة عالة، لعيبة عالة، وسايب لي المدرب بقى له 5، 6 ماتشات، كان ما مشي من بدري، أنت ضيّع دوري. أنا دلوقتي أفكّر في حاجة بقى، عاوز الزمالك يبقى فرقة تقيلة، يبقى في حاجات معيّنة أنا لازم أعملها. أول حاجة مدرب مصري، ومش أي مدرب مصري، معايا؟ عندك مدربين يعني مؤمن سليمان، أيمن الرمادي، طارق مصطفى. مؤمن سليمان، أيمن الرمادي، طارق مصطفى بالترتيب. مدرب المساعد، مدرب أنا عايز سامي شيشين. سامي شيشين يا جماعة لما انتوا تتفرجوا عليه في تحليلات المباريات، بصراحة فاهم كورة وفاهم اللعيبة وشخصيته كويسة. ده مدرب جاي، ده خليفة حسن شحاتة. أنا بتكلم وشايف وبحلل وبشوف الرؤية، ممكن تكونش واضحة شوية، بس برضو ليا رؤية إن سامي شيشيني دوت راجل فاهم وبيحب الزمالك جدا وفاهم. لو سامي شيشيني جه، هو شغال طبعا مع طارق مصطفى، انما لو جه واشتغل مع مؤمن سليمان اقسم بالله هيعملوا دوتو 10 على 10 في اداره الزمالك. يا جماعه فوقوا بقى من الحاجات اللي بتشربوها، ولا الحاجات اللي، بص، حاجه في منتهى البرود ومنتهى، بص يعني مفيش حاجه خالص، لا تصريحات ولا اي حاجه. هات لي مدرب دول الاول ده مؤمن سليمان، مدرب مساعد هات لي سامي شيشين، اتفرج على الزمالك، اقسم بالله اتفرج على الزمالك. ماشي، دي حاجه. اللعيبه، انا قلت عدي الدباغ ده بره، ادم كادي ده بره، شيكو بنزا ده بره. ابتدي اظبط الفرقه، انظف الفرقه. انا مش هاجي انظف الفرقه واجي اجيب لي لعيبه اسوأ من اللعيبه اللي فاتت. يبقى في عندكم عقل شويه، في رؤيه. انتوا حسين لبيب وهشام نصر والجماعه دولت وبتوع مولتو وهاني بيرزي والجماعه دولت، حاجات بص كده حشو كده محطوط في الاداره. يا جماعه هتشتغلوا تشتغلوا، مش هتشتغلوا يلعن ابو ما تشتغلوش خالص وامشوا بره النادي. ده اللي انا بتكلم فيه. مش فاهمين كوره. انتوا في كره اليد 100 100، ما فيش حتى في كره اليد ولا في سله ولا طايره ولا اي حاجه، ما فيش حاجه خالص. لعيبه، انا بتفرج على لعيبه الدوري، ما شاء الله لعيبه الدوري في سيراميكا، طلائع الجيش، البنك الاهلي، مودرن سبورت. اللعب الحديث دلوقتي اللي انا يعني اعمل تجانس بين اللياقه البدنيه وبين المهارات. مفيش لعيب في الزمالك عنده لياقه بدنيه متكامله، لا جسم ولا تقل ولا واقف على رجله ولا اي حاجه. عاوز مدرب احمال، عاوز لياقه بدنيه، عاوز اجسام تبقى جامده. انا عجبني اول الواد اسمه احمد الجزار بتاع البنك الواد بصراحه مدافع ما شاء الله ربنا يحميه، مدافع جامد. وده الاهلي، طبعا الاهلي عنده 5 6 مدافعين اقوياء. خدوا احمد الجزار كمان، خلصوا بعد الماتش بتاع الزمالك خدوه. تمام، تمام. انا عاوز اجسام في نص الملعب. يعني الواد احمد ربيع هو جسمه حلو، بس يعني جسمه وزنه زايد شويه، عاوز يظبط وزنه. هات لي اجسام زي ديت، عاوز يمين عاوز شمال، عاوز مدافعين، عاوز اجسام تبقى جامده. انا مش هلعب، انا مش هقعد العب هتجيب لي شيكوبانزا واحد زقه كده يقع، بتاع دوت اللعيب البرازيلي مش عارف اسمه ايه، برضه حد يمزقه واقع ويقعد يعيط وطالع بره. ايه يا عم، ما ايه الهزل اللي احنا فيه، وايه الدماغ اللي احنا فيه؟ ما تظبط الفرقه يا عم، هات اجسام يبقى فيه ناس واعيه. فين حازم امام، وفين الناس اللي حسن شحاته، وفين فاروق جعفر، وفين الناس اللي بتفهم كوره، وفين الناس اللي تبقى قاعده في النادي؟ يا عم الناس دول خربوا النادي، خربوا الكوره. لا انتوا فاهمين. وبعدين رجال اعمال، 9 رجال اعمال،
اعضاء مجلس اداره مش عارفين يطلعوا جنيه ولا بتاع ده، وبعدين تخش برضه الارض بتاعت 6 اكتوبر اللي اتاخدت منهم يقول لك بايعين مش عارف ايه وعاملين ايه. انتوا فين اصلا؟ المفروض يا جماعه تطلع واحد يرد كده ويخلينا كده بقى في حاجه اسطمبه كده، في منظر عام. مفيش حاجه خالص، لا حد بيظهر ولا حد بيتكلم ولا حد بيقول حاجه. مجلس اداره انا بيتهيألي ان هو معلش معوق، معوق. فانا عاوز اظبط الزمالك. بالنسبه انا بخاطب الجمهور، جمهور الزمالك، مشجعين نادي الزمالك. اول حاجه انت شايف ايه؟ معلش في الكومنتات والتعليقات علق لي، قول لي انت عايز ايه، شايف ايه في فرقه الزمالك. ما تقعدش مبسوط ان انت بتكسب ماتش، ده انت لسه هتشيل بلاوي. احنا قلنا قبل كده المدرب وشويه لعيبه، شويه لعيبه دولت انت عاوز لعيبه اجسامها جامده، عيال مهاريين واجسام جامده. اتفرج على فرقه بتاعه بيراميدز، اتفرج على فرقه بتاعه البنك الاهلي، اتفرج على فرقه مودرن وسيراميكا، عيال اجسامها جامده. هات العيال دلوقتي الاجسام الجامده ديت يا عم، بدل ما تجيب بفلوس شيكو بنزا وعدي الدباغ لا، عاوز عيال جامده تجري حصنه مع مع ناس مهاريين، نص ملعب ودي يقسم. خلاص عبد الله السعيد يعني خلاص. الراجل لعيب، بس خلاص بقى مفيش لياقه بدنيه ويرجع ويروح ويعمل سبرنت ولا مفيش. مش انت على طول حاطط على دونجا بصراحه اللاعب الوحيد اللي شايل الفرقه. الوينج اليمين عمر جابر مش حاطط برضه على عمر جابر، كبر في السن بيرجع، بس مش هو الفت بقى اللي هو واد جسمه جامد. عندك عيال اجسامها جامده، خلي عندك عيال لياقه. انت عندك عين شوف اللياقه والجسم والمهاره، ده الزمالك بعد كده. انما انت مش هتعتمد واد مهاري وبيلعب كوره سريعه وحلو وبيباص وماسك الكوره وبتاع، بس جسمه قد ايه؟ قد كده. اللاعب البرازيلي مش هينفع معاه. يا جماعه فوقه، فوقه. الزمالك اقسم بالله بيضيع. سيبك من الماتش بتاع طلائع الجيش، طلائع الجيش فرقه برضه ايه، مهاريا وفرقه تخطيطها برضه مش على قد كده. فانت كسبت الماتش، انت المدرب مؤمن سليمان مع سامي شيشيني. اللعيبه شيل 3 لعيبه خالص اللي انا قلت لك عليهم، عدي الدباغ وادم كادي وشيكو بنزا، وفكر برضه ان هو اخر سنه لمين؟ عبد الله السعيد. ماشي. شوف لي المهاجمين، ماشي لي برضه. انا ناصر منسي خلاص بتالي خلاص يعني. هات لي، رجع لي الواد اسامه فيصل، رجعوا لي واد جامد لعب ماتش جامد. هات لي مدافع زي الواد احمد الجزار برضه مع محمد اسماعيل. هات لي واحد باك يمين كويس، واد هاف ديفندر. انت معاك محمود جهاد، شوف محمود جهاد هيلعب ولا مش هيلعب ولا مصاب، ماشي. عندك احمد ربيع، عندك دونجا، عندك محمد شحاته. شوف هتجيب حامد حمدان الموسم اللي جاي. ما تخليكش انت تقعد كده يبقى قاعد موهوم، لا. اتفرج على فرقه، اتفرج على فرقه، اعمل عمود فقري للفرقه. يبقى عندك ستوبر جامد، عندك خط وسط جامد، بلاي ميكر جامد، هاف ديفندر جامد، عندك فيرود جامد. لازم ده العمود الفقري للفرقه، لازم يكونوا جامدين. وشكرا لكم، ونستنى بقى حضراتكم في الكومنتات اللي تحت واشتراكاتكم، ونشوف حضرتك اي تعليق حضرتك. شوف الزمالك محتاج ايه، وقول لي برضه ونستفاد من حضراتكم ان شاء الله. شكرا والى اللقاء.